دايما بنقول ان مصر دولة عربية وبنتعامل مع ده كأنه بديهي، بس حد فكر نفسه يعني ايه دولة عربية؟ هل احنا فعلا عرب ولا بنكرر كلام اتقال وخلاص؟ يعني مثلا لو سألتك دلوقتي انت مصري ولا عربي هترد تقول مصري طبعا، بس لما الموضوع بيدخل في الهوية بنرجع نقول مصر دولة عربية، مع ان الواقع غير كده خالص. حلقة مهمة جدا ولازم نعرف هويتنا ايه واصلنا ايه. وما تنساش اللايك والسبسكرايب. انزل بالانترو. العرب جم مصر في القرن السابع الميلادي سنة 641، لكن قبليهم كان في حضارة ال7000 سنة، حضارة الفراعنة. يعني العرب ما كانوش أصل البلد، ما كانوش بداية القصة ولا حتى نصها. العرب دخلوا في فصل متأخر جدا من كتاب اسمه مصر. طب ازاي حصل كده؟ وازاي اتغيرت لغة شعبي بالكامل والكلمات اللي بنقولها يوميا ومحدش يعرف ان اصلها قبطي؟ وهنعرف ان اللي بيحصل دلوقتي هو طمس للهوية المصرية. بس حتى لو اتكلمنا عربي لسه جوه كل مصر فينا جذور قبطية، ولسه الثقافة دي عايشة جوانا لحد دلوقتي. اجهز كده عشان اللي جاي مش مجرد تاريخ، ده كشف حساب لأمة كاملة. مصر كدولة وشعب موجودة قبل العرب بآلاف السنين، من أكتر من 7000 سنة. المصريين كان عندهم دولة وديانة ونظام حكم وقوانين وكتب وهندسة وزراعة وتقويم وطب وفن، كانت هي أصل العلوم. يعني ببساطة كده مصر كانت دولة متكاملة قبل ما العرب يكونوا حضارة أصلا. طب نسأل سؤال، مين هم العرب؟ العرب أصلهم من شبه الجزيرة العربية زي السعودية واليمن وعمان والإمارات، وكانوا قبائل بدوية متنقلة. ما كانش عندهم حضارة مركزية زي مصر، وحضارتهم كانت شفوية، ما عندهمش كتابة وسجلات. يعني ببساطة كده العرب ما كانوش امبراطورية ولا دولة واحدة، كانوا قبائل متفارقة وكان عندهم حروب وعداوة بينهم وبين بعض. مصر عبر تاريخها لغتها اتطورت 3 مرات. كانت أول حاجة اللغة الهيروغليفية، ودي بقى كانت لغة الكهنة والنقوش والمعابد، وكانت بتتكتب بالرموز وكان ليها قواعد معقدة. وبعد كده اتطورت للغة الهيراتيقية، بعد كده اللغة الديموتيقية، بعد كده اللغة القبطية. اللغة الديموتيقية دي كانت لغة الشعب في أواخر العصر الفرعوني، وبعد كده اتطورت للغة القبطية، ودي كانت تطور طبيعي للهيروغليفي بعد دخول الديانة المسيحية على يد القديس ميرامورس. واللغة القبطية دي كانت لغة المصريين لحد ما دخلوا العرب مصر، وبعد كده انتشرت اللغة العربية. بس ازاي انتشرت اللغة العربية في مصر؟ العرب لما دخلوا مصر سنة 641 المصريين ما كانوش بيتكلموا عربي خالص ولا يعرفوا حاجة عنه، لكن مع مرور الوقت اللغة القبطية بدأت تضعف بسبب فرض اللغة العربية في الدواوين ومنع اللغة القبطية في الكنائس والتعريب التدريجي للمدارس والمعاملات. والمقصود من كلمة تعريب هو تبديل اللغة القبطية باللغة العربية في المدارس. يعني مثلا اللغة العربية بقت هي اللي تدرس في المدارس مش اللغة القبطية. وبعد قرون الشعب بدأ يتكلم عربي بس ما تحولوش عرب. قبل ما العرب يوصلوا مصر كانت الديانة الرسمية هي الديانة المسيحية في مصر، وكان تقريبا الشعب المصري كله بيعتنق الديانة المسيحية. وكان في مدارس لاهوتية عظيمة زي مدرسة الإسكندرية، وكانوا الأقباط هم اللي بيقودوا التعليم والدين في مصر. العرب لما دخلوا مصر اتعاملوا في البداية باتفاقات مع الأقباط، لكن مع مرور الوقت ابتدى يحصل اضطهاد وتقليل دورهم، وده ساعد في تقليل الهوية تدريجيا. العرب جم مصر بس المصريين ما تحولوش عرب لحد النهارده. يعني مثلا الشكل المصري مختلف تماما عن اهل الخليج، والعادات مختلفة جدا في الجواز والاكل والحزن والاحتفالات. حتى عميتنا المصرية مليانة كلام قبطي مش عربي. يعني بالعربي كده احنا بنتكلم عربي بس مش عرب. اللغة العربية مش واحدة في كل الدول. اللبناني بيتكلم بطريقة غير السوداني غير العراقي غير المغربي غير المصري، والمصري ليه لهجة فريدة، وفي مصطلحات وكلمات العرب بيكونوا مش فاهمينها. ليه؟ عشان اصلها قبطي مش عربي. جغرافيا وتاريخيا مصر عمرها ما كانت جزء من شبه الجزيرة العربية، ومكانها كان دايما بوابة بين اسيا وافريقيا واوروبا. ايه بقى الكلمات اللي بنستخدمها كل يوم وما نعرفش ان هي اصلها قبطي مش عربي؟ زي مثلا كلمة فانوس دي اصلها قبطي وبالقبطي اسمها فانوس. ومثلا كلمة فوطة دي بالقبطي اسمها فوتي. حتى مثلا انت لو جيت كلمت اي حد من العرب وقلت له مثلا هات فوطة من عندك او جبت له اي حاجة فيها كلمة فوطة مش هيبقى فاهمها، لان هي اصلها قبطي مش عربي. زي مثلا كلمة تشت، انت لو قلت لحد عايز تشت محدش هيفهمك غير المصريين بس. ليه؟ عشان تشت برضو اصلها قبطي مش عربي. لما تحب مثلا تاخد عيل صغير تقول له بخ، دي معناها بالقبطي يعني عفريت. وعندك برضو كلمة طماطم او قوطة دي بالقبطي اصلها وطاه. لما تروح مثلا للبقال تقول له عايز حاجة ويقول لك مفيش، مفيش دي برضو كلمة قبطي يعني مافيش، يعني لا يوجد بالعربي. وبرضه عندك كلمة لمبة دي بالقبطي اسمها لمباس. كلمة حنطور دي بالقبطي حنطور. محتاس بالقبطي مهتاس. محتار اصلها بالقبطي مهتار. حتى عيد شم النسيم اللي هو تاني يوم عيد القيامة ده برضه كلمة قبطية وده عيد قبطي. فعامة كلمة شم النسيم بالقبطي اسمها شم النسيم. وعندك بقى كلمات تانية كتير زي كنبة وكرسي. لما تلاقي عيل صغير اسمه نونو، ومثلا لما طفل صغير يكون عايز يشرب تقول له امبو. امبو دي يعني اشرب بس بالقبطي. ومثلا كلمة جردل وكحك
ودماغي، كل دي كلمات قبطيه مش عربيه. وهتلاقي اغلب الكلمات ديت العرب مش فاهمينها عشان اصلها مش عربي. وعندك كلمه برطمان دي كلمه قبطيه، لما تحب مثلا توري حد حاجه في التليفون فتقول له بص، بص دي كلمه قبطيه يعني شوف بالعربي، او انظر، وكركديه، واوضه، وبسبوسه، كل دي كلمات قبطيه. تخيل في اسماء اماكن وهي اصلها قبطي مش عربي، زي مثلا المطريه، المعادي، اسوان. واسوان جايه من سوان يعني ارض السوق، ودي برضه بالقبطي. طبعا ارض السوق قصدي يعني بالقاف مش بالهمزه، ارض السوق. ومثلا عندك منف وهليوبلس والفيوم. والفيوم دي جايه من بيوم يعني بحر باللغه القبطيه برضه. زي مثلا اسم مغاغه ده اسم قبطي. كل دي كلمات واسماء مش عربيه اطلاقا، كلها اصلها قبطي. وانا طبعا لو فضلت اقول الكلمات القبطيه الحلقه دي مش هتخلص، هنكتفي لحد هنا. بس طبعا في كلمات تانية كتير. حتى ثقافه مصر مش ثقافه عربيه برضه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي، بس من المطبخ المصري. الكشري مثلا اللي هي الاكله المصريه دي اكله قبطيه فرعونيه. طب الطعميه هقول لك برضه فرعونيه. حتى الملوخيه والعدس دي كلها اكلات مصريه فرعونيه مش عربيه خالص. حتى مثلا في الاعياد شم النسيم ده مثلا عيد فرعوني مش عيد عربي. ولو اتكلمنا عن العادات زي دفن الميت مثلا بالورد والحزن عليه لحد 40 يوم ولبس الاسود على الشخص المتوفي، دي كلها عادات مش من اصل عربي، بل دي عادات الاقباط. حتى في اللبس اللي بنلبسه اصلنا قبطي، زي مثلا الجلابيه في مصر وبالاخص في الصعيد مختلف تماما عن دول الخليج اللي هي شبه الجزيره العربيه. كل ده ان دل على شيء فهو يدل على ان مصر دوله قبطيه فرعونيه مش دوله عربيه اطلاقا. لان من الجهل ان احنا نقتصر ونقول ان مصر دوله عربيه ونسكت. هي صح مصر عضو في جامعه الدول العربيه، لكن حتى لو اتعلمنا عربي واتكلمنا بيه هتفضل برضه هويتنا جوانا محفوره اللي هي الهويه القبطيه المصريه. فلما تيجي تقول ان مصر دوله عربيه ده ظلم للتاريخ يا جدع. ده حتى كلمة مصر كلمة قبطية مش عربية، ومصر معناها بالقبط اللي هي الأرض المحمية. فلما نيجي نقول مصر دولة عربية أصلا الجملة مش ماشية، لأن مصر مش باللغة العربية أصلها. وأنا هنا ما بتكلمش ضد العرب، العرب يعني اخواتنا وكل حاجة، بس احنا لازم نفهم ان مش معنى ان انت بتتكلم عربي تبقى انت عربي الاصل. ممكن عادي تبقى بتتكلم عربي بس انت اصلا هويتك الاصلية هي مصر قبطي. واللغة القبطية اتسمت بالقبطية لان مصر كانت اسمها ايجيبتوس، وجي منها كلمة جبت. المصري كان اسمه جبت، وبعد كده بقت ايجيبت، وجبت بقت قبط يعني مصري. يعني كلمة قبطي معناها مصري. لما نقول مصر دولة عربية ونسكت احنا كده بنلغي آلاف السنين من تاريخها وبنهمل الحضارة الأعظم في التاريخ. يعني يا ريتها مثلا جت على دولة تانية تبقى مثلا ما عندهاش حضارة قوية زي مصر، لا يعني تبقى حضارتك مصرية فرعونية وتنسب نفسك للعرب. مع ان اللي بنفتخر بيه قدام العالم الأهرامات والكتابة الهيروغليفية والمعابد والآثار والتحنيط والتماثيل والعلوم، بنفتخر باللي فعلا بننتمي ليه. احنا بنفتخر بتاريخ محفور على حجر. مصر دولة فرعونية وثقافتها فرعونية ولغتها القبطية، واللي يقول غير كده غالبا بيكرر اللي اتقال في الكتب او بيضحك على نفسه من غير ما يسأل نفسه احنا مين واصلنا منين بالظبط. حتى لو مش عارف تجاوب بص في كل حتة حواليك هتلاقي الأهرامات والمعابد واللغة القبطية بيجاوبوك احنا مين بالظبط. مش لازم نمسح هويتنا الأصلية عشان نبقى جزء من مجموعة سياسية. مصر حضارة لوحدها وثقافة لوحدها وشعبها مختلف. لازم نعرف هويتنا ونفهم تاريخنا ونفتخر بيه. مصر مش مجرد دولة عربية، مصر أكبر من كده بكتير. وتاريخ مصر أقدم من أي تصنيف حديث، بل ممكن يكون أقدم من أي تصنيف أصلا. طبعا مع احترامي للعرب وكل حاجة، أنا ما أقصدش أجرح في حد، بس أنا بتكلم عن مصر في جنب لوحدها. مصر أصلها قبطي مش عربي. مش معنى كده ان انا بقلل من العرب، لا، العرب ليهم هويتهم وثقافتهم بيفتخروا بيها، واحنا لينا هويتنا وثقافتنا وبنفتخر بيها برضه. وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشترك في القناه واكتب لنا في الكومنتات انا مصري قبطي، وشارك الفيديو مع اي حد حابب يعرف تاريخ بلده بجد. وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا سلام.